تخيلوا ست شالت الدنيا على كتافها، ربت عيالها بدموعها وباعت دهبها عشان يعيشوا مرفوعين الراس. وبعد كل ده ابنها اللي كان سندها يرميها في أوضة ملهاش شباك ويقول لها انتي مكانك مش هنا. يا جماعة، دي مش قصة من فيلم، دي حكاية الحاجة عايدة، ست مصرية أصيلة عاشت خيانة من أقرب الناس لقلبها، بس قامت زي الأسد وكتبت نهايتها بإيديها. استعدوا، القصة هتخليكم متشعبطين في الكراسي، مليانة صدمات، أحداث ساخنة، ومواقف هتخليكم تحسوا بكل لحظة وجع وكل لحظة انتصار. لو عايزين تعرفوا إزاي عايدة حولت القهر لقوة، كملوا معانا، وما تنسوش اضغطوا لايك، اشتركوا في القناة، واكتبوا تعليقكم. يلا ندخل في حكاية الحاجة عايدة. أنا عايدة، ست من إمبابة، قلبي كان زي النيل، كبير ومليان عطاء. اتجوزت وأنا عندي 18 سنة. جوزي محمد كان راجل طيب، بس القدر خطفه بدري. سابني مع ولدين، محمود وأحمد، وأنا لسه في أول الثلاثينات. من يومها قلت أنا هكون الأب والأم، مش هخلي عيالي يشوفوا الذل. اشتغلت خياطة في بيتي الصغير، كنت بفصل هدوم للجيران، أصحى من الفجر أشتغل لحد ما عيني تغمض من التعب. حرمت نفسي من كوباية شاي عشان أجيب لمحمود وأحمد لبس يشرفهم. بعت دهبي عشان أدخلهم مدارس كويسة، وكنت دايما بقول تعبي ده هيتعوض، ولادي هيرفعوا راسي. محمود ابني الكبير كان زي النور في عيني، كان بيقولي يا أمي انتي الدنيا، لما أكبر هعيشك زي الملكات. وأنا كنت بصدق، لأني شايفة فيه الحلم اللي كنت عايشة عشانه. لما محمود كمل دراسته وبقى مهندس، حسيت إن قلبي بيطير من الفرحة. كنت بقول لكل الناس ده ابني اللي رفع راسي. بس لما اتجوز ناهد مراته، الحياة بدأت تتغير. ناهد كانت بنت شيك من عيلة متوسطة، بس عينيها كانت مليانة طمع. من أول يوم دخلت بيتي حسيت إنها عايزة تتسيطر على كل حاجة. بدأت تبعد محمود عني خطوة خطوة. الأول قالت له ما تقعدش كتير مع أمك، أنا عايزاك معايا. بعدين بقت تتحكم في كلامي معايا، لو نصحته بحاجة يقولي يا أمي ناهد هي اللي تقرر. كنت بقول لنفسي معلش، دي مراته، لازم يسمع كلامها. بس جوايا كنت حاسة إني بفقد ابني. أحمد ابني الصغير كان لسه عايش معايا، بس كان مشغول بدراسته. كنت أنا وهو بس اللي بنقعد سوا، بس حتى ده بدأ يقل. ناهد بقت هي اللي تدير البيت، هي اللي تقرر الأكل، هي اللي تستقبل الضيوف، وأنا بدأت أحس إني ضيفة في بيتي. في يوم وأنا قاعدة في الصالة سمعت ناهد بتقول لمحمود البيت ده صغير علينا، لازم نكبره أو نجيب بيت جديد. محمود سكت وما ردش. حسيت إن في حاجة غلط، بس كنت خايفة أصدق. بعد أيام جه محمود وقعد قدامي، بصلي بعين باردة وقال لي يا أمي أنتي كبرتي، والبيت ده بقى بتاعنا أنا وناهد، إحنا عايزين نعيش براحتنا. أنتي ليكي أوضة صغيرة ورا في سكن الخدامين، هتبقي مرتاحة هناك. حسيت إن قلبي بيتقطع. أنا أنا اللي بنيت البيت ده بفلوسي، اللي بعت دهبي عشان أجيب طوبته، أبقى في سكن الخدامين؟ بصيت له وقلت له يا محمود أنت بتقول إيه؟ أنا أمك. رد ببرود يا أمي إحنا بنحبك، بس كل واحد لازم يعيش حياته. نهد كانت واقفة بعيد بتبتسم ابتسامة مكرة وكأنها كذبت. أنا ضحكت قدامهم، قلت حاضر، بس جوايا كنت بنهار. بالليل قعدت في الأوضة الصغيرة بين 4 حيطان ملهاش شباك، وسمعت ضحكتهم وسهرهم في الصالة. حسيت إني غريبة في بيتي. الأيام عدت وبقيت عايشة زي الضيفة. ناهد بقت ست البيت، هي اللي تقرر الأكل، هي اللي تستقبل الضيوف، هي اللي تشتري كل حاجة. وأنا كنت بسمع صوتهم من بعيد وأنا قاعدة في الأوضة الضيقة زي سجينة. مرة أحمد جه وقال لي يا أمي أنتي ليه ساكتة؟ البيت ده بتاعك. بس أنا كنت خايفة أقوله الحقيقة، خايفة أقسم بينه وبين أخوه. قلت له ما تقلقش يا أحمد، أنا كويسة. بس جوايا كنت بموت. في يوم
سمعت ناهد بتقول لمحمود: ليه ما نبيعش البيت ده ونشتري واحد أكبر؟ أمك كده كده مش هتفرق معاها. ومحمود وافق. حسيت إن الأرض بتتهز من تحتيا. البيت ده اللي بنيته بدموعي، اللي بعت دهبي عشان أجيب طوبته، هيبيعوه وأنا لسه عايشة؟ هنا قررت إني لازم أتحرك. قلت لنفسي: يا عايدة، انتي شلتي الدنيا لوحدك، مش هتسيبيهم يدوسوا على كرامتك. البيت كان متسجل باسمي لأني أنا اللي اشتريته بفلوسي من شغل الخياطة وبيع الذهب. قررت أعمل حاجة محدش يتوقعها. بهدوء من وراهم بدأت أدور على مشتري. كلمت الحاج مصطفى، تاجر عقارات في الحي، وعرضت البيت للبيع. ما قلت لهمش حاجة، كنت بضحك قدامهم وبقول أنا مرتاحة في الأوضة الصغيرة، بس جوايا كنت بجهز للصدمة الكبرى. في يوم جه الحاج مصطفى ومضيت العقد. خدت كيس فلوس كبير، فلوس تعبي وسهري. وفي نفس اليوم جمعت هدومي في شنطة صغيرة وسبت لهم جواب على الترابيزة: يا محمود، يا ابني، البيت ده كان بتاعي وأنا حرة فيه. بعته عشان أعيش بكرامتي. لو عايزني هتلاقيني في دار المسنين، بس المرة دي أنا اللي هختار إزاي أعيش. ومشيت. رحت دار مسنين في مدينة نصر، مش عشان أنا مرمية، لأ، عشان أنا اخترت أعيش بكرامتي. هناك لقيت ناس زيي، ستات وأمهات اتوجعوا من ولادهم بس كانوا رافعين راسهم. لقيت ضحكة كنت نسيتها، لقيت احترام كنت محتاجاه. في الدار رجعت أشتغل خياطة، بس المرة دي كنت بخيط لنفسي. اشتريت هدوم جديدة وبدأت أضحك من قلبي لأول مرة من سنين. سمعت إن محمود وناهد اتخانقوا بعد ما بعت البيت، وإن ناهد سابته لما فلوسه خلصت. أحمد جه زارني وبكى وقال لي: يا أمي، أنا آسف إني موقفتش جنبك. بس أنا قلت له: ما تخافش يا أحمد، أنا دلوقتي عايشة زي ما أنا عايزة. النهاردة الناس في الحي بتحكي عني، بيقولوا الحاجة عايدة اللي ما سكتتش على الظلم. وأنا بقول لكل أم: خليكي قوية، خلي عندك حاجة باسمك، عشان في النهاية محدش هينصفك غير نفسك. يا جماعة، دي كانت حكايتي، حكاية عايدة، الست اللي شافت القهر من أقرب الناس لقلبها، بس قررت تكتب نهايتها بإيديها. لو عجبتكم القصة اضغطوا لايك، اشتركوا في القناة، واكتبوا تعليقكم. انتوا شايفين اني عملت الصح لما بعت البيت، ولا كان المفروض أتحمل؟ احكولي رأيكم، ومستنياكم في الفيديو الجاي.